فيلم النائب الشهواني، فيلم سويدي أنتج عام 1970. فيلم كوميدي درامي أكثر من رائع، وبتدور أحداث الفيلم من عند بنت صغيرة بتحكم الكنيسة على أمها بالحرق بتهمة السحر، مما يولد عندها الكره والحقد. وبتكبر هالبنت بقرية كلها نسوان نتيجة ذهاب جميع الرجال إلى الحرب، وبيوصل راهب جديد على القرية، وهون بتلاقي رفيقتنا فرصة للانتقام لأمها. وبيلاقي الراهب القرية كلها نسوان، وكل يلي فيها بيعانوا من الكبت يا حرام. وبتبلش تشتغل صاحبتنا على انتقامها بطريقة جدا غريبة، حيث بترمي عليه لعنة مضحكة وهي الانتصاب الدائم. وبتبلش الراهبة والبنات الموجودات المساهمة بدافع إنساني بحت لحل مشكلة الراهب عن طريق اسكت يا لساني. وفعلا ببلشوا بنات هالقرية اللطيفات الجميلات المليئات بالمشاعر الإنسانية الدافئة المساهمة بحل مشكلة راهبنا المريض وحدة ورا وحدة. بس بالنهاية بتسمع خطيبة الكونتيسا وبتنزعج كتير، وبيقرروا يرفعوا كتاب للقص حتى يوضح حتى لهالشي اللي عم بيصير. وفعلا بيتدخل القص وبيحاول شفائه لكن لا جدوى. وبالنهاية بتندم صاحبتنا على فعلتها، وبتروح لعنده وبتعترف بذنبها، وبتتشارك مع راهبة تانية لحل مشكلة الراهب. وفعلا بينجحوا وبتنحل المشكلة بسبب المساهمات الإنسانية الفاعلة. وبينتهي فيلم لهون ودمتم